اهلا بيكم، معاكم شهاب خالد والكلام على ايه؟ بدي افرجيكم بس لايف التوقيت. كلامنا النهارده عن التوقيت الصيفي. تعالوا نبدأ الحكاية من الأول. التوقيت الصيفي بدأت فكرته من واحد أمريكي اسمه بنجامين فرانكلين سنة 1784. نعم. بس ساعتها محدش سمع له قوي عشان البريطاني ويليام ويلت سنة 1909 يعيد إنشاء الفكرة من جديد ويجمع معلومات ويقول إن هي هتبقى موفرة جدا للطاقة وحاجة مهمة جدا لازم نمشي عليها، وعرض الفكرة بتاعته في البرلمان البريطاني وبرضه محدش سمع له. أنا عبيط وحمار ومغفل، حد يمشي ورا واحد اسمه بكتيريا. عشان ساعتها أول مرة تطبق فكرة التوقيت الصيفي في الحرب العالمية الأولى، كان ساعتها الدنيا متخرشمة على الآخر وكان لازم أي طريقة نوفر بيها الطاقة. عشان أول بلد تطبق الموضوع دوت تبقى ألمانيا، وبعدها بفترة قليلة كانت بريطانيا. يا اخوان يا حاجة زغرتي والنبي يا نسوان، الله 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 الله. طب دي كانت بداية التوقيت الصيفي. فيجي واحد يقول لي يا شهاب طب هي ازاي بتوفر في الطاقة؟ هقول لك اقتصاديا هي هتوفر لنا 0.5% من اللي بندفعه في ان احنا نجيب براميل الغاز السائل. فبرميل الغاز السائل سنة 2011 كان عامل حوالي $6. دلوقتي برميل الغاز السائل ده لو لقيته عامل $22. فرق متضاعف وفرق كبير جدا، واوقات في الشتاء بيوصل $30. طب ال0.5% دوت ده انا ما استخدمهاش يعني في بطارية تليفوني هيبقى ايه لازمتها؟ ال0.5% ده عايز اقول لك ان هو بيوفر علينا $150 مليون. فانت طبعا بتسمع المبلغ ولا كأنك هتدفع، يعني هيعود عليك بحاجة من جيبك، بس انا قلت اقول لك المعلومة ورزقي ورزقك على الله. كله على الله. نيجي بقى للحتة اللي تضحك السنة دي وحصلت عندنا عند اخواتنا في لبنان، وعشان احنا العرب لازم نطلع بأي حاجة جديدة، فخد الجديد مني. فالمفترض ان التوقيت الصيفي بيبدأ من اول 30 مارس لغاية 30 اكتوبر. فالسنة دي طبعا عشان رمضان جالنا في اواخر مارس، فالموضوع كان هيبقى صعب ان احنا نزود ساعة بالنهار ونصوم ساعة زيادة. رئيس الوزراء اللبناني المسلم نجيب ميقاني ان هو يطلع يقول لك احنا هنأجل القرار دوت لمدة شهر لاسباب غير معلومة، وطبعا المسلمين كلهم عارفين السبب ان هو بسبب رمضان. قامت الكنيسة المارونية رفضت انها تمشي ورا القرار وقالت ان ده قرار فجائي ومش معلوم ايه سببه. سؤال، قد الساعة بس؟ ساعة 3:30. انت معاك كام؟ قد الساعة عندك؟ ساعة 2:30. وانت معاك كام؟ فبقت البلد مقسومة نصين، يعني انت تمشي في شارع تبص على يمينك تقول له الساعة كام يقول لك الساعة 3 العصر، تلف على شمالك تقول له الساعة كام يقول لك الساعة 4 العصر. طب مين في لبنان اللي طبق الموضوع دوت من الطائفة المسيحية اللي هم بدأوا فعلا التوقيت الصيفي وما همهمش كلام رئيس الوزراء؟ عندك قناتين، قناة MTV وLBCI. أظن إني هلعب بيه. هم اللي مشوا ساعتها على التوقيت الصيفي في اواخر شهر مارس وما اعتمدوش كلام رئيس الوزراء. اما بالنسبه للخطوط الجويه اللبنانيه فهي بقت على ايه؟ على حياد. يعني احنا عادي هنسمع كلام رئيس الوزراء ومش هنطبق التوقيت الصيفي، بس هنأخر الرحلات ساعه عشان نبقى مع ايه؟ مع التوقيت العالمي. ونرجع هنا لمصر ام الدنيا اللي ان شاء الله بعد الساعه 12 الساعه هتقف الساعه هتتقدم ساعه وحد يجيب لي الولاعه. هتكلم معاكم في مصر. احنا عندنا القاهرة ونينها وطول ليلها، ودي جملة شهيرة جدا من اغنية عمرو دياب. يعني ايه طول ليلها؟ يعني انا مثلا لو نزلت الساعة 3 الفجر اتمشى في الشارع هحس ان الدنيا ظهر. معرفش دي ميزة ولا عيب، بس انتوا بتكلمونا احنا عن توفير الطاقة. ده انا يا مؤمن لو في فرح شغال جنبي للساعة 2 بالليل مش هعرف انام برضه، هيبقى في دوشة حواليا. وعادي جدا لو انا كنت في ثانويه عامه والناس اللي قدامي بيبنوا ممكن يبنوا بعد الساعه 2 بالليل عادي، واكيد مش هيبنوا في الضلمه، كل ده فيه نور. اشفي. وفي الفتره الاخيره انت لو جيت تروح اي مشوار ومشيت على طريق دولي او طريق ساحلي بقينا بنشوف اساسا الكهارب، بقينا بنشوف اساسا العواميد شغاله بالطاقه الشمسيه. فموضوع توفير الطاقه ده انا مش حاسه ان احنا ماشيين معاه على نفس الخط قوي. وطبعا احب اسمع رايكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب والكلام على ايه.